يعني مشاركين في كل شيء، دار وحده، حنا 4 الخوت ولا 5، ديك الساعه دي نقدر نشاركوا في الاضحيه. اذا اهل البيت تكفيهم اضحيه واحده ب3 شروط. الله يرضي عليكم. الشرط الاول يكونوا ساكنين في دار وحده. الشرط الثاني تكون بيناتهم قرابه ونسب. الشرط الثالث يعني يكونوا اما مشاركين في الصير ولا واحد منهم هو اللي كيصير. الا كانوا هاد الشروط ديك الساعات عندكم الحق تشاركوا في واحد الاضحيه وتشريوها. اما يشريها واحد منكم والاخرين يشريوا القوام ديالها ويخلصوا الضو ويخلصوا الماء ويجيبوا التوابع ديال الاضحيه، واما تشاركوا فيها وتشريوها كاملين. عن ابي ايوب الانصاري، الله يرضي عليكم، الله يجازيكم بخير، بغيتكم تصنتوا معايا لهذا الحديث مزيان. هذا الحديث بغيتكم تصنتوا ليه مزيان، تعطوني ودنيكم، لان فيه شي مسائل مهمه جدا. معروف مشهور ولكن قليل اللي كيوقف معاه. سئل ابو ايوب الانصاري، صحابي جليل، سأله بعض التابعين: كيف كانت الضحايا على عهد رسول